ازيكم؟ لون احمر قوي وفوائده اقوى. البنجر مش مجرد خضار، ده سوبر فود لازم يكون في مطبخك. انا اقول لكم ليه ايديا بقت كده، ولازم تجربوه بنفسكم. تحس بضعف، بخمول، بكسل على طول، يبقى لازم البنجر ده يكون في بيتك او في تلاجتك ويتحط في كل حاجة. انا واحدة من الناس ايام حملي كنت بحس على طول بكسل وخمول وضعف، والانيميا طبعا كانت على طول نازلة. لغاية ما الدكتور بتاعي قال لي عليكي وعلى البنجر، شاركيه في كل حاجة، يعني دخليه في خضار، في اكل، في سلطات، في عصير. هعمل معاكم الفيديو الجاي ان شاء الله او اللي بعده، هعمل معاكم عصاير حلوة قوي بالبنجر، وصدقوني مش هتحسوا بطعم البنجر ده خالص. دخله مع اي فواكه كده وهيفرق معانا طبعا في الطعم برضو وفي النتيجة بتاعته. ولو عندك انيميا في اسبوع واحد هيقضي على الانيميا نهائي. هو اليومين دول موجود في السوق وبكتير، وسعره يعني كويس، مش غالي. يعني سعره تقريبا ب10 أو 15 جنيه كيلو. انا بجيبه اول ما بلاقيه في السوق، وبجيبه اقشره، بغسلها الاول وبقشرها، واروح جايه مقطعاه قطع كده في علبه بلاستيك ومخزناه، وبحطه زي ما هو كده او في كيس بلاستيك. وتروحي حطاه، قطعي شرايح كده. بتعملي خضار، خدي شريحه وحطيها مع الطماطم وانت بتضربيه. إيه، بتعملي اي عصير، خدي شريحه اسلقيها او شريحتين اسلقيهم وحطيهم مع العصير بتاعك في الخلاط. مش هتحسي بيه ومش هتحسي ان انت حاطه حاجه غريبه في العصير، بالعكس، وهيديكي طاقه. زي ما قلتلك هيرفعلك الانيميا بتاعتك لو ضعيفه، لو عندك خمول هيجدد الطاقه عندك، هيديكي باور ونشاط كده. وانا مجرباه، والله اقسم بالله انا كنت بعاني من الانيميا، بالذات يعني فتره الحمل بتاعتي. كان الدكتور على طول يقول لي عليكي وعلى البنجر. والكبده برضو كان لازم اكلها مرة او 2 في الاسبوع، بس انا كنت باكلها مرة واحدة عشان مليش تقل عليها قد كده. بس البنجر ده سحر، والله مكون فعلا سحر. يعني انت لو قدرتي تاكليه كده، يعني انا وانا بقطعه اكلت شريحة كده، مش وحش، مش اللي هو طعمه اللي هو يعني، لا مقبول، والله طعمه فعلا حلو. اهو قطعي صوابع كده، اديه للاولاد لو قدروا ياكلوه كده. مفيد جدا للاطفال، مفيد جدا للاولاد. إيه، يعني في فوائد جميلة جدا.